اليوم حركة تحرير جنوب الجزائر تعلن تنفيذها لعمليات عسكرية ضد الجيش الجزائري على الحدود مع مالي. أعلنت حركة تحرير جنوب الجزائر أنها تنفذ سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع معنية للجيش الجزائري على طول الحدود المالية، وقتل وجرح عدد من الجنود الجزائريين في هذه المنطقة حسب تقرير مؤقت من مصادر محلية في تيمياوين وبرج باجي مختار. وفي هذا السياق أمر اللواء سعيد شنقريح قائد الجيش الوطني الشعبي بنشر كتيبة آلية من المنطقة العسكرية الرابعة لتعزيز القواعد العسكرية الموجودة في جنوب البلاد. تحديدا بالمغرب كما ذكرت قبل قليل هناك ايضا تطور في جنوب الجزائر ومع الحدود مع مالي، ويعني اعلان حركه تحرر جنوب الجزائر عن سلسله هجمات واستهداف للجيش ولعناصر من الجيش الجزائري، وربما هناك اوامر ايضا من شنقريح في هذه المنطقه. ما الذي يمكن تحدثنا عنها؟ ما يحدث في هذه المنطقه لورين هو سبق وان تحدثنا معك في هذه المنصه على أن الشر القادم في شمال إفريقيا ودول شمال إفريقيا هو محيط، هو الساحل والصحراء. ذلك هذه المنطقة لا زالت سوداء وغامضة، وزاد غموضها عندما خرجت فرنسا من هذه المنطقة، طردت بين قوسين من مالي وطردت من الجنوب الجزائري، ما معنى أن الجيش الفرنسي ترك مجموعة من المعدات والأسلحة لبعض الميليشيات المتواجدة في هذه المنطقة، وأتحدث عن فاغنر، أتحدث عن مجموعة داعش، أتحدث عن القاعدة، وأتحدث عن مجموعة تحرير الجنوب الجزائري التي بدأت تتحدث عن تحرير منطقة الجنوب الجزائري، وتقول بأن هذه المنطقة يجب أن تتحرر من الجيش الجزائري، علما أنها هذه المنطقة لها حدود مع تندوف ومع بشار ومع المغرب ومع مالي، معنى أن هذه المنطقة مستقبلا ستعد ليس بحروب وإما بفتن إن لم تستطع إيقافها. وهذه الحركة تتلقى دعم خارجي سعيد من المغرب ومناطق مجاورة؟ من المغرب لا أعتقد، لأن المغرب أعرف البلد جيدا، لا يمكن أن يمد يده بالسوء لجارة هي الجزائر، وبالتالي هو يراقب على الرغم من كل الحراك البوليساري على الأراضي الجزائرية. لا أعتقد المغرب أنه يوما ما سيطلق رصاصة أولى إلا إذا أطلقت عليه رصاصة سوف يدافع عن نفسه، والدليل هو رأينا كيف كانت الجزائر والرئاسة الجزائرية وشنقريح نفسه أنه هدد المغرب في حالة هجومه على الأراضي الجزائرية، لكن المغرب هو بعيد عن هذا المنأى ويدرك جيدا أن الرصاصة إذا أطلقت لن يتم إيقافها، وستشارك مجموعة من الدول في هذه الحرب الدائرة. ثم لا ننسى بأن اليوم الخميس تم اجتماع رسمي أمني كبير في الجزائر، وتم تغطيته على أساس أن هذا الاجتماع الأمني داخل الجزائر هو يهدف المناورة التي قامت بها المغرب مع إسرائيل، وهي كانت تغطية إعلامية لماذا يقع في الجنوب الجزائري. وتبين بأن هناك 16 جندي جزائري اعتقل، وهناك أكثر من قتل، وهناك أكثر من 28 جندي أسروا من طرف جبهة أو حركة التحرير جنوب الجزائر، وهي الآن تتفاوض معهم من أجل إرجاع هؤلاء الجنود. ولكن أي خطوات يمكن للجزائر أن تتخذ بعد هذا التحرك؟ لأنه كما ذكرت وكما يعني ذكرنا خلال نشراتنا كان هناك تصريحات من قبل الصحافة الجزائرية عن لربما أن المغرب وإسرائيل ومع فرنسا تريد إحداث فوضى داخل الأراضي الجزائرية. لا أعتقد بأن هذا كلام الصحافة وكلام الصحافة الصفراء في الجزائر، أنها تحاول أن تزرع الفتنة داخل المنطقة وتدعي بأن وجود إسرائيل هو يستهدف الجزائر، والوجود الإسرائيلي والتعاون المغربي لا يستهدف الجزائر بقدر ما يستهدف تطوير الآليات الجيش المغربي وتحديثه بوسائل تكنولوجية تكون قادرة على الدود عن نفسه وليس الهجوم على الطرف الآخر. نعم، سعيد العفاسي صحفي في 24 نيوز، شكرا جزيلا. كان كلها خير. ايوه بالعربيه السير هذه تجاورنا معاها ما درت لنا حاجه زينه، راهي تكتل فينا وما تبغيناش، وحنا الناس الاصليين وحنا اللي جبنا لها التحرير. هذه سمان. ايوه الجبهه نتاع التحرير السوارق نتاع الجنوب خدموها. ايوه سمان. والثروات نتاعنا راهم عايشين بهم، والبترول نتاعنا هما اللي قراو به، هو اللي خدموا به بلاداتهم وحنا همشونا. ايوه سمان. واليوم كان طالبين من الجزائر الانفصال نهائيا،
نتبعوا لتركيا ولا نتبعوا لفرنسا ولا نتبعوا حتى ماني عارف للصومال كاع فرنسا فرنسا وماناش باغيين هذه تزال. فرنسا رانا تابعينها من بكري. شوابينا قالوا يبغوا العربي خير من القوري، اليوم يا ولدي الاسلام من العربي خاطر لقيناهم ما مسلمين. سمعت ما هم مسلمين وما فيهم ذرة الاسلام. العربي يصيدوا في العبادية يصيدوا في العبادية. زال مانعين. وعيب عليكم يا الجزائريين كاع اللي سكتوا على هذه الحاجة اللي صارت في مزواتير وفي تمرات عامة. عيب عليكم يا الجزائريين يا الشباب يا الشوابين يا السلطات يا المحلية كاع. إلا تعتبرونا جزائريين كيفكم نورمالمون تنوضوا كيف نضنا. الجزائريين حرار عليهم. ايوا المدير من السعودية وما نعرفوا. والله كاين الشيخ نبغي حاجه واحده. ايوا اشرح حتى واحد من السلطه العليا عزات ولا الفرق كذا يتوفى الطفل هذا عزات الاسره كذا يتوفى. يعني الناس هذو ما فاهمين ما معبرين جا حتى مسكون وما جاناش حتى مسؤول المنتخبين تاعنا ما حتى المنتخبين ما نحفظ ماذا بينا يمهي ولا يهمل. جاي الانتخابات ان شاء الله، ان شاء الله طويت وما تشدوه ان شاء الله. الله ان شاء الله باذن الله. الانتقام تاع صحيح. قول وداروا لكم وهذا تبون هذا اتفقنا عليه. وعيط لنا منو كان نهكار سمعتني وعيط للعيان وعيط للناس كاملين قال لهم يلزم يخلقوا الانتخابات وخرجوا هذو الشباب اللي واقفين من الحراك سمعتني وانتخبوا عليه. واليوم هو اللي سكر لنا الحدود وسكر لنا هو اللي يكتل فينا. هذا تبون هذا يا الرحمة يا العصابة منك يا الكبون ادفوا عليه. دعم شنقريحة لا كيف ما نغشريه. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. بلا شك كلكم سمعتوا بواقعة مقتل ما يقل على 11 فرد من الجيش الجزائري في التمنراست في جنوب الجزائر. هذه منطقة الأزوات. عدد كبير من الأصدقاء والمتابعين وحتى اللي كيعرفوني شخصيا وعن قرب سولوني واش عندي شي اخبار عن هذه الواقعة، وعلاش هاد الازواديين ما يسمى حركة تحرير الازواد جنوب الجزائر شنو مشكلتها مع الجيش الجزائري، وعلاش قتلوا 11 فرد من الجيش الجزائري في التمنراست. الواقعة اللي اشتبكت في جنوب الجزائر بين الجيش الجزائري والمناضلين الازواديين ماشي جديدة، قديمة ودائما كتكرر. وعدد كبير من أفراد الجيش الجزائري ولا الدرك الجزائري ولا الشرطة الجزائري لقوا مصرعهم في منطقة الأزواد جنوب الجزائر. وكذلك حتى المناضلين الأزواديين اللي كيطالبوا بالاستقلال سواء من مالي ولا من الجزائر قتلوا أو اعتقلوا أو أبيدوا أو تم تسليمهم لمالي. اليوم الخوت غنسمعوا عدد كبير من التسريبات الصوتية. الأزواديين من جنوب الجزائر وحتى من مالي، من شمال مالي، من نيجر، من تشاد، كيتكلموا على قضية الأزواد، وبالضبط كيتكلموا على النظام العسكري الجزائري. النظام العسكري الجزائري يدرك على أنه في جنوب الجزائر كاين أزواديين، شعب أزوادي مختلف اختلاف كامل على الشعب الجزائري، لا علاقة له بالجزائريين لا من حيث العادات والتقاليد والتاريخ واللهجة وكل شيء. أزواديين يطالبوا بالاستقلال من جنوب الجزائر ومن شمال مالي، لكن النظام العسكري والمخابرات العسكرية يوميا كي غنسمعوا فيه التسريبات الصوتية يعتقلوهم ويختطفوهم وما يحاكموهم، يخلوهم في السجون حتى يقتلوهم. هذا الأزواديين كيعتبروا على أن الجزائر أشد عداوة من مالي بالنسبة لهم. الأزواديين ما كينسوش بالمرة على أن المخابرات الجزائرية اعتقلت عدد كبير من أفراد المناضلين الأزواديين، حركة تحرير أزواد. عدد كبير من الأزواديين اليوم متواجدين في السجون الجزائرية بدون محاكمة، عنصرية مقيتة من النظام العسكري على الأزواديين. عدد كبير منهم تم قتلهم في السجون الجزائرية، تعذيب. عدد كبير من الأزواديين اليوم كيعانوا في الجزائر، حتى جنوب الجزائر
ما يمكنش نقارنو حنا بالشمال. جنوب الجزائر فيه يعني عنصرية مقيتة من الجزائر بالنسبة للأزواديين، لا مستشفيات، لا مدارس، لا بنية تحتية، لا حياة، فقر، لا ماء صالح للشرب، لا عيش كريم، عنصرية مقيتة من الجزائريين الأزواديين. الشعب الأزوادي الشقيق في جنوب الجزائر يعاني من العنصرية والإبادة والقمع من النظام العسكري الجزائري. هذا الأزواديين كيطالبوا بالاستقلال من جنوب الجزائر ومن شمال مالي، وإن شاء الله لا يستقلوا. رأيك لا يسمعوا جميع التسريبات الصوتية ديال الأزواديين، وبعض منهم كيطالب المملكة المغربية لأنه عارفين كذلك كاين عداوة بين المغرب والجزائر، كيطالبوا من المغاربة يسلحوهم حتى يحاربوا الجزائر باش يستقلوا. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. على الأقل في شيء واحد بنوضح للناس اللي تدافع عن الجزائر. الجزائر لو كان تحمي حقوق بوليزاريو لحمت حقوق أهل تامر راسط وأهل عين قزام وأهل تمياون وأهل تنزواطن وأهل كل الجنوب. لو أنها تحمي حقوق أهل الصحراء لما قتلت بنته في بيتها في عز النهار عام 1995 بحجة أنه يدعم التوارق ويتكلم عن حقوق التوارق. الجزائر لو كانها تدافع عن حقوق بوليزاريو لما قتلت الأستاذ تحمودي عام 1997 في سجون، مات في سجون، مات مسموما في سجون الجزائر. الجزائر قتلت كل الشعب الجزائري، كل الناس اللي فيهم فهم في الشعب الطوارق الجزائري قتلتهم الجزائر. ليش؟ باش ما يعيشوا الطوارق، باش ما يكونوا الطوارق أحرار، باش ما يكونوا الطوارق ناس عندهم على الأقل فهم. وتقولوا لنا توا الجزائر تحمي حقوق بوليزاريو وكذا كذا كذا. هذا كلها كذب. الجزائر دولة مصلحجية وماشية على المصلحة، لا تهم الأعراف ولا الأعراق ولا منه ومنه. إن شاء الله في كلامي هذا ما يكون فيه شر. تولد هي أصلا ليست جزائرية، هي أزوادية وشبيعة من السميد. نعم، الجزائر أصلا لم تكن تعيرهم اهتماما حتى أصبحت تخوف من قضية أزواد، حينها عرفت أن لديها توارق ولديها مصابين ولديها قبائل. يعني الجزائر، انظر إلى الجنوب الآن، ماذا في الجنوب رغم اتساعه ورغم كثرة ثرواته، ولكن تراوغهم عندما عرفت أن أحرار الطوارق قاموا الانتفاضة تحت الذل والقهر الذي تقوم به الجزائر. أصبحت تقسم الطوارق وتقول نحن يجب أن نعير اهتماما لطوارقنا وكذا والجنوب وما آخر ذلك والسياحة وهلم جرا. هذه أصلا كلامها ملقنة، أعطي لها مكان ربما دار من طين وسكنت فيها وبعض من الكلوات من السميد وشبعت ولقنوا هذه الكلمات لتقولها. هي أصلا لا تعرف شيء، هي جاهلة. الجزائر لولا أزواد لما أعطتكم أي اهتمام، وسكان الجنوب من أزواد وأكثريتهم من أزواد. من أين أنتم أصلا حتى تكونوا كذلك؟ أين أنتم أصلا؟ الجزائر أصبحت عملية الأفرق التي تقوم بها الجزائر، أصبح الجنوب كله من النيجر ومن لا أعرف من أين ينتمون. أين أنتم يا أي توارق أنتم وأي خزعبلات تتحدثين عنها؟ نعم، الجزائر إن كانت دولتك فلا تتركيها الأمة قبل الدولة. التوارق أنت من المفروض أن تدافعي عن شعبك أولا، ونحن مسلمون كما ولا تفرقون الحدود. لماذا أنت سياسية إلى هذه الدرجة وتدافعين عن الدولة؟ مرحبا بكم السهل شطار عليكم مرة ثانية منبر أزواد والصوت تندو. ثانية الجبر والزوادين في الذهيبية مديور عليهم علامة أزواد. الجبر والزوادين في الذهيبية مديور عليهم النار، ممورين نار أزواد.
هذا ضرك شو تقول له؟ راهم بشهودهم، راهم حراستهم قالتها، راهم بعضاهم فسط الحبس قالوها. هذا اللي قلت له اول حقه. شوف صحراوي نعرفوا رواياتهم كامله مع أهل الزواج، ولا شيء قال له زوادي ما يبغوه قاع ولا يتحملوه ولا يقدوا عليه ولا يتحملوا رايحته. ما يبغوه ولا يتحملوه ولا يتحملوا رايحته. هم ويقولوا لا صوود، لا صوود، ياسن منهم يقولوا لا صوود. فهم؟ هذا خالق وياسر وموجود. مرحبا بكم السهلة، شطار عليكم مرة ثانية منبر زواد بصوت تندو. ثانية الجبر وزوادين في الذهيبية مديور عليهم علامة زواد. الجبر وزوادين في الذهيبية مديور عليهم النار، ممورين نار زواد. هذا ضرك شو تقول له؟ راهم بشهودهم، راهم حراستهم قالتها، راهم بعضاهم فسط الحبس قالوها. هذا ضرك شو تقول؟ إذن هذا الشيء قال بشوف العين، ما هو بوكال له تليفون، معنى شو تقولوا انتم فيه؟ الزوادين منورين، بشر منور نار زواد بالمنور، مطروح عليه المروه لا مليف والليف. ايوه تقولوا لا تحرف ذي الروايات، خلوا عنكم الأخلاق ماشي، ما تسولوا عن ذا ولا تدخلوا خبر ولا يدافع حد من اللي سمعتوهم دافع عن ذا لا ترفدوا له حد، عود من بلده خلوها عنكم، راهو يدافع وهذا ما يقدر حد يصنت له، هذا واقع 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 واقع. فهمت؟ هذا واقع، لا كيف واقع. بقى حد يدافع بقى ما يدافع. يا مرحبا بكم سهله. واسمحوا لي على وجه الله الكريم، لعل نصلك في اخلاق حد، وراني ما علمني الله عني ندور نعادي حد ولا ندور نضايق مده، لا ندور. هذا يكون امور واقعه وينقال فيها تؤخذ فيها الحقيقه وينخذ فيها الضحك واللعب. ومرحبا بكم يا الصحراويين يا الزوادين، مرحبا وسهلا. السلام عليكم يا كلباس، رقم 88 انتش كيف كلباس عليك ياك الخير يا كلباس، طاري فيك. هذا اللي قلت له اول حقه. شوف لا كيف قتلوا وراء الظبي يعرفها الا اللي قطبت بها. نحن الصحراويين ما هو دارقين علينا قاع، سمعت؟ واللي فيهم ما هو دارق علينا، واللي في مصارينهم ما هو دارق علينا، واللي في مقالبهم ما هو دارق علينا، واللي في قدامهم ما هو دارق علينا، واللي في روسهم من يامس. ذاك قاع شايفينه ما زال ما ظهر، شايفينه قاع من بعيد. فهمت؟ ذا اللي ما يقول هو الصحراوي نعرفوا رواياتهم كاملة مع الزواد، ولا شيء قال له زوادي ما يبغوه قاع ولا يتحملوه ولا يقدوا عليه ولا يتحملوا رايحته. ما يبغوه ولا يتحملوه ولا يتحملوا رايحته. هم ويقولوا لا صوود، ياسن منهم يقولوا لا صوود. فهم؟ هذا خالق وياسر وموجود. هم يغار دبقة على قلب الكارهة وعلى قلب الباغيها. خالقين الشهداء استشهدوا هو، وخالقين الرجال اللي ماتوا هو، وخالقين الرجال اللي انجرحوا هو، ولا جاوا يدوروا الماء ولا جاوا يدوروا الفضة ولا جاوا يدوروا الجنة هو. سمعوا وقاسوهم هما وجابوهم باطل، منهم ما جابوهم جاب راسه ما جا مشكره ولا جا مفرسي، جا براتو. فهمتوا؟ قبل مدافعهم ودخلوا وخبطوا. فهمت؟ ويا ايها الناس دخلوا لقاو ناس من البيضان، هما بيضان، ولقاو ناس من البيضان افقاريش بيهم افقاريش بلاصه كامله فيها النار يقيسوها، يشموا ريحه البارود، يشنقوا كيف البل على زواد، كيف البل يعني تعود شايمه، تشم رائحه الاخضار تشو.
أهل صوادين يشموا رائحة الرصاص يتموا قايسينه، يعملوا قاع عند اليهود أو هم، وهذا ما فيها مسقري أو هم، وصواد مقطوعة ضريك الرخصة ضريك مقطوعة حالا على الناس كاملة اللي لا يقيسها درار، والبرج المختار وتمرست مقطوعة عنه الرخصة إلى عدو أهل حد هون من أهل صواد وأهل شرق ما يقيسوا، مقطوعة له الرخصة للصباصي ما ينعطاها أو هم. ولا ينقبض سارق هون ما انقال من أهل صواد، ولا ينقبض حد كاتل هون ما انقال من أهل صواد. هذه من 91 من توقف إطلاق النار جاي لها إلى اليوم ذا تنقال أو هم. وينقال لا التوارق، كانوا قاع يقولوا لا التوارق، ما يقولوا قاع أهل صواد يقولوا لا التوارق. وإذا شافوا التوارق والله لقوهم وتكلموا معاهم ينقال يصد عليك انت هذا لا من ناسكم، لا أولاد عمكم، كلامكم كيف إذا تكلمت معاهم انت هم يقولوا وهين، أهل صواد يقولوا وابو، والله يقولوا والله هم هم يقولوا لك هذا ما هو من أهل صواد كيف نقطة النقطة البيضاء في جنب فوق، كيف النقطة في جنب فوق في فعل الصحراء. لا لك لا تقعد في جماعة ما هو أنت معزول، ولا لك لا تقول كلمة ما هو أنت معزول. ولا دونيها هون تيهين التركة مقبوضين في الداخل، إلا يامس مقبوضين في الداخل، كانوا في الذهب ومقبوضين في الداخل عند خيمة من خيام أهل صواد، تركي من أهل صواد وارتفدوا جابوا لحقوا للسكتور وتركة الصحراوين ما انقبضوا أو فهم. وهذا لا يقولوا حد هذا خالق ونقولوه الفوق، وخالق حتى ونقولوه الفوق. شو الصادق من معدلوا الداخل والي ولايتها حما ولد البني ولا يقد على أهل صواد ما يتحملهم، ونقد نقول هارو قدامه ملي ولاني خايف منه وطن ولاني طامع فيه يوتوه ولا يسقري حد. هذا اللي فات خلوه عنكم فات، واللي خالق نحن نعرفوه، نعرفوا الصديق ونعرفوا العدو، نعرفوا اللي يبقي ونعرفوا اللي عاقل واللي يفويس وتوف، ولا يكثر حد في ذي الأخبار. قاعد اللي خالق فات خطم من شي زين ومن شي شيء، ولا عاد جاي شيء رنا معاه، ولا عاد جاي شي زين رنا معاه وتوه. مرحبا وسهلا، يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منبر صوت أهل صواد من تندوف رقم 1. مرحبا وسهلا، مرحبا بيك وسهلا سماد. شنبتك وشنبت حالك؟ أمورك زينة الحمد لله إن شاء الله. شفت اللي تقول يا سماد، شفت هاي القضية. أنا بعد شخصيا قاعد لا صوتي ذاك الطفل قلت تعود صح قال على شيء قاع ما هون تيهيني غير هذا المتكلم. أنا بعد عليه هذيك صوتية جابت نترة الموشن عنه، هذا المتكلم عليه قلت عود خالق هو 2007 و2008 و2009 أنا أشتغل في مخيمات وبلا وثيقة ذيك الساعة. خبرتني نشتغلوا بريك هذا يعدل من الطين حق لا تعود إلا تعرف ولا قد شفته. وذا مجموعة من السراح اللي الواحد لين تسولوا ايه فاش زايد وكم في عمرك ما هو عارفه قاع، ما هو قاع عارفه باسكو عنه يعود عارف قاع شيء ثاني مثلا، يعني عنه قاع لا يدخل به ما هو يعني غير شرعي، ما عارفين شيء. بقيناش ربك ارحلنيك بيك ما تجيناش الزبي اللي كاين تاكل المسؤولين اللي تحتك روحوا طاعطوا ما درتوا زبنا والو. ايوا وهذه هي رب الرساله نتاعي، كيما بقيتوا واقف مربى كيما بقيتوا وخلي ربنا مريحين في النخل سخانه وإحنا قاعدين في البسانات نعوموا.
هاني جبت العود منه نقشل فيه ندوش فيه بك ما يدين الرب ما طاقتش سخانه ما لا ديروا لنا حل باسرع وقت وما كاين لا رب خوف الاول والشباب ما تخافش نصدم ونقلبوا رب هذه على زب الجنوب هذا اللي البترول فايت على ربنا احنا وقاعدين مريحين إن عادين اماتكم نوضوا ربكم الا ما تفهموش نوضوا نيك اماتكم اهل الجنوب نوض الزب يتحرك 10,000 ربك ما تدخلهاش لبويق قرعه قزوز وقاعد راقدين عادين بويق الحلوف نوضوا نيك اماتكم ديروا كيما بقيتوا ديروا كيما نيكو لا باباها الحلوف نقلبوا ربها نيكو لا باباها نيك الزبي ماني حابس انا يا كان نعرف روحي نستشهد في رب البلاد هذه ما اعطاوني لا زب حقي ما اعطاوني تحيه ما اعطاوني دار ما اعطاوني عمل ما اعطاوني زبي تحيه وكاين ناس اكثر مني الزبي مالي 40 سنه ما عنده والو واللي متقادر هو اخوه اللي يدير رب الكتمان في اللايف دار راني نطيح ياسر واللي يعجبو الحال عجبو واللي ما عجبوش ينيك موت يعني ما يخزرش الزبي كل وما استعرف بالطاعه انا نقول لكم انا وكان يجيني رسول الله في المنام يقول لي ما تديرش رب اللايفات ندير رب اللايفات ونطيح ونيك اماتكم جهلوا اللي ما يجهلش اولاد القحاب كي الوالي كي زب وانت الزب الوالي انت وانتم اللي راكم شادين رب الشغل عماد جعفري والجماعه نتاع زبي هذه اللي راها قاعده تنيك في الشباب نيك الزب في حيدر ربك اني على بالي انا راه عندي اصحابي في 48 ولايه ينوضوا يزبي على جال ينوضوا يديروا مسيره على جال ينوضوا يديروا الحراك اللي راهم ينوضوا الشباب اللي راه دير في الحراك في الجزائر كل راه تهز فيهم الطياره وتجيب فيهم هنا الحسيم سعود يدخلوا فيها الفورول وناس بيزب وحنا يا ربك فايت علينا يا عبد والشعب يقول لك ربي رحمته إن عادين امك لا ربي رحمته ساكت على حقك انت شيطان اخرس وانا صنفت اهل الجنوب وبالخصوص ناس ورقله صنفتكم راني بشيطان يا ناس ورقله راكم شياطين ساكتين على حقكم تنيك فيكم السخانه والكليماتيزورات يطفوا والتريسيتي تروح بالربع سوايع وساكتين على حقكم يا الزب يا تبون اغزر ربنا انت واش بربك انت تاني اغزر رب الجنوب الزبي والله نحو ربنا قاع ضموا ربنا احنا ترك قاع نروحوا نعيشوا في وراني نطالب بمنظمه الانسان بالمنظمات الدوليه لحقوق الانسان يا خويا تجي ربنا من الامريكان تشوف حال الجنوب تجي ربنا من اسرائيل انا باقي زب اسرائيلي يشد ربها احنا وما يشداش عربي عطاي ما يعطيناش حقنا يجي ربي قاوري انا نصع ربي ونتحيل ونخدم ربه كيما تقول الشريعه وما يشدنيش عربي نايك زبي انا في الجنوب داير ربي انا نعس لبيكيات في الجنوب داير ربنا نعسوا لك للجنوب حنا الزبي رانا حنا كان درك تنوض رب الحرب من ليبيا حنا الاولين اللي نتناكو انت عطايرك في حيدر مريح الزبي ما لا غزروا ربنا نيكماتكم إن عادين باباكم الحلوف هذا شباب راه تناك من راسه هذه هي وانتم يا لزوم نيك رب المشاركه دير الزبي بارطاجي ما تخافش يا ربك فكم من رب تدلوا الخوف تاع زبي دا ياك رانا عرب ربك حنا رانا عرب قحاح الزب العروبه ربك والشهامه ما كان الزب الخوف دا كل ونيكم مو الخوف انا نوجه رب روحي لكل حي زبي قصوا ربي على زوج وما يخلوش ربي في الفقر والميزيريه وفي رب التهميش شباب الزب اليوم تخلي ريكا والشرابه ربك راه نعرفوا ربها بالواحد الواحد راه كاع بساط الزبي على رب ليريكا والاخر مخلي الرب هم باصين كل تناكو ب10 و11 الزبي خاطر كي يدخل دارهم ما يلقى والو يا ربك تريسيتي ما عندوش الماء ما عندوش الزبي على راكم تنيكو في رب شبابنا منا ما لا غزروني كماتكم المسائل تاع الزبي وين عطى الزماتكم حتى اليوم القيامه اولاد القحاب وبارطاجوا لزوم والسلام عليكم ونيكم ماتكم وتحيا زب اسرائيل وتحيا الامريكان انا كان يجي الزبي